شون والاس هو أصغر زعيم في عصابات لندن من ساعة ما ورث إمبراطورية أبوه الإجرامية. بقى شون شخص قاسي ومغرور، والراجل اللي متعلق على ارتفاع آلاف الأمتار فوق الأرض ده بيدفع تمن خيانته. الراجل اترجى شون يرحمه، بس شون كان بارد الأعصاب وما وراش أي رحمة. بكل هدوء طلع علبة كبريت، وسط صرخات موجع الراجل وقع من الارتفاع الكبير ده ومات. ده كان شون والاس، الابن الأكبر لفين والاس، أقوى زعيم عصابات في لندن. لكن القدر كان ليه رأي تاني. أبوه مات في حادثة مميتة من أسبوع واحد بس. فين والاس اتقتل على إيد 2 بلطجية صغيرين، بينما السواق بتاعه اتصاب إصابة خطيرة واختفى فجأة بدون أي أثر. في ليلة واحدة اتغيرت كل موازين القوى في عالم لندن السفلي. بعد ما شون خلص فترة الحداد على أبوه، أقسم إنه هيكشف الحقيقة وينتقم لموته. خبر موت فين انتشر بسرعة في لندن. كل قادة العصابات الكبيرة اتجمعوا في قصر عيلة والاس، بس شون اللي اتعين زعيم جديد رفض يقابلهم وش لوش. كان متأكد إن العقل المدبر ورا موت أبوه كان موجود وسطهم. شون ما كانش عنده أي اهتمام إنه يبتسم كذب في وش أعدائه. وسط الفوضى دي إدوا أني وابنه أليكس سيطروا على الموقف وطلبوا اجتماع عشان يثبتوا وضع الشغل العيلة. أكد للكل إن كل العمليات هتكمل بشكل طبيعي، وعد إن كل صفقة هتتم بسلاسة. لكن فجأة بيتكلم، شون دخل وعمل إعلان صادم: الحنفية وقفت، مفيش فلوس حرام هتتغسل، ومحدش هيبيع جرام واحد في الشوارع دي غير لما أعرف مين اللي قتله. قرار شون ده غضب كل اللي كانوا موجودين واتهموه إنه عاطفي زيادة عن اللزوم، بس شون اللي ما اهتزش باعتراضاتهم أصر على قراره. في النهاية هو دلوقتي زعيم أقوى تنظيم إجرامي في لندن. الكل عرف حاجة واحدة أكيد: أي حد هيخالف شون حياته هتتقطع. يوم الجنازة ظهر ضيف محدش عزمه. الراجل ده كان اسمه لوان، زعيم عصابات ألبانيا. لأن فين والاس اتقتل في المنطقة اللي لوان مسيطر عليها، لوان جه من غير دعوة عشان يثبت براءته. رغم محاولاته الياسة إنه يوضح ملوش علاقة بالقتل، شون كان أصلا بيعتبره عدو للعيلة. لوان قال: أقدر أأكد لك إن مالنا أي إيد في موته، دلوقتي اقعد واحترم الراجل اللي مات. في نفس الوقت ده أليكس كشف عن أدلة مهمة. فيديو المراقبة من مكان الحادثة ورى إن سواق فين ما ماتش، لكنهم أجبروه يدخل عربية فان وخدوه. فجأة ظهر واحد اسمه جيم وقال لأليكس إن الناس اللي في الفيديو دول رجالة لوان. هو لسه شايفهم في بار قريب وعربية الفان مركونة قدامه بالظبط. مسلح بالمعلومة دي، أليكس قرر يرجع بسرعة يبلغ شون، بينما الباقيين راحوا على البار. مواجهة درامية كانت هتبدأ، واللي حصل بعدها كان لحظة تألق لجيم. في حارة ضيقة، جيم مسك واحد من البلطجية اللي خطفوا السواق. في نفس الوقت في الطرف التاني من المدينة بدأ العزا بتاع أبوه شون بشكل رسمي. لكن فجأة لوان جات له أخبار عاجلة خلته يغادر العزا بسرعة هو ورجالته. تحت تهديد جيم، واحد من رجالة لوان وداله مكان السواق. هناك لقوا السواق مصاب إصابة خطيرة. اتضح إن اللي ورا كل ده هو لوان، زعيم عصابات الألباني. اللي شافوه صدم جيم ورفيقه. هم افتكروا إن لوان هيقتلهم عشان يسكتهم، لكن لوان أصر إنه ملوش أي علاقة بالحادثة وإنه ما يعرفش ليه السواق اتلهى في مكانه. لوان قال لهم يرجعوا السواق ويوضحوا كل حاجة لشون. بعد ما ساب لهم التعليمات دي، سمح لهم يمشوا بدون أي أذى، بس حذرهم ما تجوش على مكان شغلي ده تاني. وهم راجعين، السواق حكى الأحداث اللي سبقت موت الزعيم قبل ما يفقد الوعي. كشف عن رقم لوحة العربية بتاعت البلطجية. في نفس الوقت ده، الاتنين البلطجية الصغيرين اللي نفذوا الهجوم كانوا مرعوبين ورافضين يخرجوا من مخبأهم. اتضح إنهم اتقبض لهم فلوس عشان ينفذوا القتل، وهم فاكرين إن هدفهم شخص ملوش قيمة. ما كانوش يعرفوا إنهم قتلوا أقوى زعيم عصابات في لندن. واحد من البلطجية دول ما كانش أي مجرم عادي، أبوه كان زعيم عصابة الغجر. لما الأب عرف اللي حصل جن جنونه وحاول بسرعة يتتبع ابنه. عرف من صديق ابنه المقرب إن الاتنين البلطجية استعاروا عربيته بس، والصديق ده أنكر إنه يعرف أي حاجة تانية. في مكان تاني، شون لما سمع إن رجالة لوان خطفوا السواق اقتنع إن لوان له يد في موت أبوه. صمم إنه يواجه لوان برجالته، لكن إد المساعد بتاع العيلة شاف إن شون متهور. إد قال لو شون استمر في الطريق ده، العيلة هتعمل أعداء أكتر وهتعرض نفسها لخطر الحرب بين حلفائها. إد حس شون إنه يتعامل مع الموقف بحذر أكتر. لكن فجأة جيم رجع ومع السواق المصاب اللي كان لسه فاقد الوعي. لدهشة جيم، شون ما شكرش جيم لكن رد عليه بشك. شون وجه مسدسه ناحية جيم وبيسأل عن دواحه. بالنسبة لشون كان في احتمالين بس: يا إما جيم جاسوس بعته لوان، يا إما عنده دافع تاني خفي. جيم الغضبان صرخ: كل اللي مريت بيه النهارده عشانك، وتوجه مسدس لراسي. لأول مرة شون هدي وادى جيم فرصة يوضح موقف. جيم نقل كل اللي قاله السواق. أبو شون اتقتل على إيد 2 بلطجية من الغجر، وادى شون رقم لوحة العربية
العربية اللي كتبها على ورقة. جيم حلس إن كل كلمة قالها حقيقية وإن دوافعه الوحيدة هي إنه عايز يشتغل مع شون. بعد كده شون نزل سلاحه ببطء لكن أصدر تحذير مرعب: أنا عايز الكل يدور على الكلاب دول، ما يهمنيش بيشتغلوا معانا ولا لا. المجرمين الصغيرين كانوا مستخبيين في مبنى مهجور. كولم كان مرعوب لدرجة إنه ما قدرش يتحرك، بينما جاك رد على تليفون سري واكتشف إنه من صديقه المقرب. جاك اللي سيطر عليه الخوف كشف مكان مخبأهم، ما كانش يعرف إن صديقه ده اتمسك خلاص على إيد أبو كولم زعيم الغجر. لما أبو كولم عرف مكانه راح بسرعة على المخبأ برجالته. في نفس الوقت ده جيم جات له رسالة نصية غامضة كشفت عن مكان المجرمين الاتنين. جيم اتصرف بسرعة وراح للمكان لكن وصل متأخر. أول ما وصل كولم كان خلاص أبوه خده. جيم دخل المبنى بحذر عشان يستكشف، لكن اللي شافه كان مشهد دموي ومرعب. جوه الأوضة لقى واحد متغطي بالدم. بعد خناقة عنيفة بالإيد الراجل مات بسلام. في نفس الوقت ده شرطية كانت مستنية بره طول الوقت. اتضح إن جيم ده كان عميل سري بعتته الشرطة عشان يجمع أدلة عن الأنشطة الإجرامية. مهمته كانت إنه يسقط عيلة واليس ويدمر التنظيم الإجرامي كله. كولم اللي بقى في حماية أبوه اتودى لبيت منعزل في مكان بعيد. زعيم الغجر اللي كان عارف خطر عيلة واليس ما كانش عنده أي قوة يحمي ابنه، فكل اللي قدر يعمله هو إنه يخبي كولم ويتمنى إن ده يكون كفاية. رجعنا لقصر عيلة واليس. السواق المصاب فاق. المساعد اداله كوباية قهوة، لكن اللي حصل بينهم كان غامض. أنا تعبت إن أكون الشخص اللي شايل الليلة كلها. عاجلا أو آجلا هيكتشفوا الحقيقة، لكن مش هيسمعوا مني ولا كلمة. لكن أطراف السواق بدأت تتشنج وإيد بهدوء سحب منه القهوة اللي متخدرة. بعد كده طلع موس من جيبه وإنها حياة السواق. سبب القتل ده والأسرار اللي كانت بينهم فضلت مجهولة. في مكان تاني أب الراجل اللي قتل واليس اللي هو كيني زعيم الغجر راح لشون عشان يتوسل ينجي ابنه. كيني وضح لشون إن ابنه كان مجرد بيدق واتلعب بيه عشان يقتل أب شون من غير قصد. عشان يثبت كلامه ادى شون التليفون اللي ابنه استخدمه في الليلة دي وأصر إن العقل المدبر الحقيقي هو العدو بتاعه. كيني ترجى شون إنه يرحم ابنه. مش هديلك ابني، عندي كلمة منك إنك هتسيب ابني في حاله. شون اللي ما كانش لين رد: ليك مني كلمة إني مش هضربك بالنار في ظهرك وانت ماشي. كيني اللي اتقهر اضطر إنه يمشي بيأس. أول ما كيني ورجالته مشيوا شون أصدر أمر بسرعة بالاستعداد لهجوم شامل. أقسم إنه هيسوي معسكر الغجر بالأرض وهينتقم لأبوه بنفسه. تحت قيادة شون المجموعة جهزت نفسها عشان تهاجم معسكر الغجر. في نفس الوقت ده كيني كان قلقان جدا وحس إن في حاجة غلط. سحب الستارة بحذر عشان يبص بره. اللي شافه صدمه بس كان فات الأوان. تحت قيادة شون المجموعة أطلقت وابل من الرصاص على معسكر الغجر. الغجر اللي كانوا جوه البيوت ما كانش عندهم أي فرصة يقاوموا. جوه زعيم الغجر كيني كان مذعور زي الخروف اللي مستني الذبح. بيأس حطم الأرض بإيديه واتسلل في مكان مخفي تحت الأرض. رجالته ما كانوش محظوظين زيه وكلهم اتقتلوا بوحشية. بعد انفجار دوة شون وطاقمه وقفوا الذبح. مامة شون ابتسمت بارتياح وهي بتبص على الدمار. عند الفجر منطقة الغجر بقت مجرد أنقاض، لكن وسط الفوضى كيني قدر يهرب بحياته. كيني كان فاكر إنه نجا من الخطر، لكن 2 مسلحين وغامضين ووصلوا للمكان. فتشوا في الأنقاض ولقوا تليفون كيني اللي وقع منه في الهجوم. الرسائل اللي عليه كشفت عن مكان مخبأ ابنه. الخوف سيطر على كيني بسرعة. بدون ما يضيع ثانية جري على المكان اللي ابنه مستخبي فيه. في نفس الوقت ده كولم كان متخبي بأمان في بيت آمن ومش عارف إن الخطر بيقرب. مجموعة من المرتزقة المدربين تدريب عالي بدأت عمليتها. الهدف الوحيد هو الشاب اللي أعزل اللي جوه البيت. بره البيت كيني قاتل بيأس عشان يحمي ابنه بس كان فات الأوان. المرتزقة أطلقوا وابل من الرصاص على البيت وذبحوا الغجر اللي كانوا جوه اللي اتفاجئوا بالهجوم. كيني ماسك بندقية قديمة قاوم بيأس. باقي الرجالة اللي فضلوا عايشين تراجعوا جوه البيت الآمن. في اللحظة الصعبة دي الولد بشجاعة فعل نظام الحماية بتاع البيت. ألواح فولاذية مضادة للرصاص قفلت المبنى كله بسرعة. لما شافوا كده المرتزقة وقفوا هجومهم. 2 منهم طلعوا على السطح وركبوا جهاز متفجر. مع انفجار قوي السطح اتنسف وساب فتحة كبيرة. الرجالة اللي جوه كملوا المقاومة، لكن المرتزقة نزلوا بسرعة من الفتحة دي والأسلحة بتضرب. المعركة العنيفة دي خلت تقريبا كل اللي جوه يموتوا. بعد كده المرتزقة بره بدأوا عملية التطهير الأخيرة. كانوا هيفتحوا الباب الرئيسي بالمتفجرات بس فجأة انفجار هايل دمر المرتزقة اللي كانوا عند المدخل. وسط الفوضى الأب والابن قدروا يتسللوا النفق تحت الأرض. في آخر النفق كانت مستنياهم مركب عشان يهربوا. المرتزقة طردوهم بإصرار وأطلقوا عليهم وابل من الرصاص، لكن الأب ما اهتزش وبدل ده حمى ابنه بجسمه وخد الرصاص هو. في الآخر الأب والابن وقعوا والأب استخدم آخر قوته عشان يضم ابنه. بعد ما خلصوا على الهدف الراجل جات له مكالمة تليفونية غامضة: بطل التراحك وارجع لندن، عندنا هدف جديد، ابن تاني. الابن اللي اتقال عليه ده ما كانش حد تاني غير شون الابن الأكبر لفين واليس. العقل المدبر ورا موت أبوه كان على وشك الاكتشاف.
خاف. شون اللي صمم يكشف المجرم الحقيقي ورا موت أبوه عمل لستة مشتبه فيهم. الهدف اللي بعد كده كان لوان زعيم عصابات ألبانيا. شون جمع رجالته وراح لمنطقة لوان، لكن لوان ظهر لوحده. فجأة وهو بيحاول يوضح موقفه ضوء ليزر أحمر قفل على راس شون. لحسن الحظ واحد من رجالة شون جري عشان ياخد الرصاصة بداله. قبل ما أي حد يتصرف قناص في الضلمة ضرب النار مرة كمان. في اللحظة دي شون كان هو الفريسة في مرمى القناص. رجالة كتير من اللي معاه سقطوا ورا بعض. فجأة جيم وصل وشد شون على جنب. شون ما انصابش، لكن جيم جات له رصاصة في بطنه. لوين عامل كل اللي يقدر عليه عشان يحمي تراجع شون، وكشف ان القناص ده مش من رجاله. شون خد جيم اللي كان لسه حي وهربوا بسرعة بالعربية. راحوا بيه على بيته، وهناك الدكتور بدأ يعالجه ويطلع الرصاصة. لكن بينما الكل كان مشغول بجيم، المساعد إد طلع مسدس بهدوء. في اللحظة اللي بعد كده وجه المسدس ناحية شون. لولا وصول إد وابنه أليكس في الوقت المناسب شون ما كانش هينجو. بعد ما نجا من الموت مرتين شون كان مصدوم تماما. مين هو العقل المدبر ورا قتل أبوه؟ وليه عايزين يقتلوه هو كمان؟ العيلة كلها غرقت في الفوضى. مامة شون ماريان قررت إنها مش هتفضل قاعدة متفرجة. قررت تزور أبوها عشان تطلب مساعدته. أبوها كان زعيم مافيا أيرلندي محلي. لما عرف موقف بنته جمع مجموعة من رجالة المافيا واستعدوا ييجوا لندن عشان يساعدوا شون. في نفس الوقت ده المساعد إد كشف سر صادم لابنه أليكس. اتضح إن إد كان عارف الحكاية كلها طول الوقت. اللي كانوا عايزين شون يموت هم المستثمرين اللي ورا الكواليس. بعد موت فين والاس شون وقف شغل العيلة عشان ينتقم، وتصرفه ده أغضب المستثمرين اللي فلوسهم وقفت. الشخصيات القوية والمؤثرة دي قررت تخلص من شون. كانوا بيفضلوا حد أذكى زي أليكس يمسك الشغل. أليكس اتصدم لما عرف الحقيقة وقرر يبلغ شون بسرعة، لكن أبوه منعه بقوة عشان ما يغضبوش المستثمرين الأقوياء. إد اضطر يخضع للمستثمرين ويساوم عشان خاطر حياة عيلته. في الوقت ده ماريان رجعت لندن بدعم من عيلتها عشان تأمن عيلة والاس، لكن تصرفها ده ما عجبش شون لأن ما كانش عايز أمه تتدخل في الوضع الخطر ده. لكن لما شون شاف الأوراق اللي مامته اديتها له أدرك فجأة إيه اللي بيحصل. اتضح إن ماريان كانت بتشك إن في خاين وسطهم. كانت سرا بعتت ناس يراقبوا إد وابنه. زي ما شكت الموضوع كان مرتبط بإد وابنه. شون اتصدم لما لقى إن اللي بيخونوهم هم أكتر ناس وثق فيهم. في الليل ده شون استدعى إد وابنه عشان يواجههم. إد اعترف بالحقيقة هم مستثمرين. اتضح إن أبو شون كان بيفكر يبطل شغل العيلة ويعيش في سلام، لكن المستثمرين اللي ورا الستار رفضوا وبيأس قتلوا فين واليس وقرروا يدعموا أليكس عشان يسيطر على المجموعة كلها. شون طرد إد وابنه وعيلة واليس غرقت في الفوضى. عشان يهرب من المطاردة شون اضطر يستخبى مع مامته في بيت قديم متهالك. العيلة اللي كانت مرعبة بقت عايشة في هروب دائم. ماريان ما كانتش مستعدة تستسلم وقررت ترجع أيرلندا عشان تجمع دعم وترجع أقوى. في نفس الوقت ده شون سيطر عليه خليط من المشاعر. كره عجزه وعقله كان مليان بصور أبوه وخيانة أخوه وخسارة عيلته. شون حس بيأس ملهوش مثيل. في لحظة سيطرت عليه المشاعر شون طلع مسدس ووجهه ناحية نفسه، لكن في الآخر نزل المسدس بص من الشباك على العمارات الشاهقة اللي قدامه. في اللحظة دي شون اكتسب عزم جديد. قرر قرار مهم، من دلوقتي مش هيسكت تاني، هيخلي المستثمرين دول يدفعوا تمن اللي عملوه. بعد كده اتصل بأليكس اللي خانه وطلب منه يبص على العمارات الشاهقة اللي بره شباكه. العمارات دي بتمثل استثمارات وجهود اللي ورا المستثمرين. شون قال له انه حتى لو ما قدرش يشوف المستثمرين هيقدر يدمر امبراطوريتهم بنفسه. شون قفل التليفون. أليكس اللي كان لسه مصدوم فضل في حيرة. في نفس الوقت ده عربية فان مليانة متفجرات سايلة دخلت ساحة الانتظار. بأمر شون القنابل اللي جوه بدأت العد التنازلي. الانفجار هز المدينة كلها. عمارة شاهقة انهارت فجأة. محدش توقع ان شون هيلجأ لإجراءات جذرية كده عشان ينتقم. تصرفه ده غضب المستثمرين تماما. بسرعة مجموعة من المرتزقة بدأت مطاردة تانية لشون. المساعد إد لقى مريان في مقبرة تحت تهديد المستثمرين. إد اضطر يجبر مريان تكشف مكان اختباء شون، لكن مريان ما خافتش وطلعت مسدس. إد وجه مسدسه ناحيتها. بعد لحظة سريعة من تبادل النظرات إد ضرب النار. بعد ما خلص من مريان إد لف ومشي. شون اتصل بأليكس اللي كان أحسن صديق ليه وبقى عدوه. الاتنين كانوا لازم يصفوا خلافاتهم. أليكس خد مسدس من درجه وراح لمكان شون. في نفس الوقت ده شون طلع تليفون وكشف انه عارف الهوية الحقيقية لجيم. التليفون كان فيه دليل على دور جيم كعميل سري. لما شون واجه جيم ما حاولش ينكر، لكنه وضح كل الجرائم اللي ارتكبتها عيلة والاس والمستثمرين. شون ما تفاجئش، ما ضغطش على جيم، لكن اداله كارت ذاكرة عليه كل الأدلة الإجرامية لعيلة والاس والمستثمرين. عشان يسقط المستثمرين تماما شون عايز
ويستخدم منصب جيم كضابط بوليس عشان يكشفهم كلهم. في نفس الوقت ده أليكس وصل بعد حضن عاطفي. الإخوان بدأوا شغلهم. أليكس كان غضبان جدا من شون بسبب تفجيره لعمارة المستثمرين. عشان الفلوس الناس كانت مستعدة تعمل أي حاجة. دلوقتي أليكس ما كانش قدامه غير إنه يوجه سلاح لشون. الرابطة اللي كانت بين الإخوان اتحطمت تماما. شون ما قدرش يمنع دموعه تنزل وهو بيفتكر كل ذكرياتهم. واجه الموقف كله بهدوء وتقبل. رغم التوتر أليكس ما قدرش يضرب النار على أخوه، لكن في اللحظة دي جيم خد السلاح من أليكس ووجهه مباشرة ناحية شون. اتضح إن قبل ساعة واحدة بس المستثمرين كانوا مسكوا جيم واستخدموا عيلته كوسيلة ضغط وأجبروه إنه يقتل شون عشان يحموا حياتهم. بطلقة واحدة شون وقع قدامهم هما الاتنين. عدد كبير من البوليس كان وصل للمكان. جيم وأليكس قدروا يهربوا وسط الفوضى. جيم قدر يهرب بكارت الذاكرة اللي شون سابهوله، لكن دي ما كانتش النهاية. الحقيقة إن ماريان ما كانتش ميتة بعد كل ده. في النهاية القصة دي بتورينا إن الثقة هي العملة الأغلى في عالم المافيا، وساعات الخيانة بتجيلك من أقرب الناس ليك عشان الفلوس والسلطة. لو عجبك الملخص ده بالتفصيل أتمنى تعمل لايك وتسيب كومنت تقول فيه إيه أكتر نهاية صدمتك، وما تنساش الاشتراك في القناة.